رغم اني مش من متابعين عبد الله الشريف، وده علشان كان بيتكلم في السياسه وانا لا افهم حاجه في السياسه ولا بحب السياسه اصلا. ان لمحت مؤخرا فيديوهات كتيره جدا وكلام اكتر واكتر على عبد الله الشريف، ومن ضمن الكلام ان هو اعتزل اليوتيوب، خاصه بعد اخر حلقه قدمها على قناته اللي كانت تقريبا من 3 اسابيع، واللي كان بيحرض فيها الناس للتظاهر في 11/11، ولكن متابعينه خذلوه، محدش نزل نهائي. طيب مش ده موضوعنا ولا يهمنا في شيء، بس اللي مستغرب له ان هو اختفى فعلا بعد حلقته الاخيره، ما ظهرش نهائي. قلت ابحث اشوف الدنيا فيها ايه، لقيت فيديوهات كتير جدا بتتكلم عنه، ولكن للاسف كلها ما فهمتش منها اي حاجه ولا وصلت لنتيجه. كل اللي اكتشفت من الموضوع ان معظم اصحاب القنوات بيجروا ورا الترند، وبما ان عبد الله الشريف بقى ترند فكل الناس بتتكلم عنه علشان المشاهدات تعلى والمشتركين يزيدوا، لا اكتر ولا اقل. لكن كمعلومه ما وصلتش لمعلومه نهائي، مفيش حد فادني اداني معلومه مفيده ولا حتى خبر صادق. الحاجه الوحيده اللي وصلت لها ان معظم الفيديوهات اجمعت ان هو اعتزل اليوتيوب، خاصه بعد متابعينه ما خذلوه في اخر فيديو اللي كان فيه تحريض للنزول على 11/11، وقالوا انها كانت صدمه بالنسبه له، وهو في حاله نفسيه سيئه لانه كان متوقع حاجه غير كده خالص. امر طبيعي جدا انه يطلع ترند، خاصه انه له شعبيه كبيره جدا وقناته على اليوتيوب تعدي الملايين ومشاهداته بتعدي الملايين. مش معنى انه شخصيه مشهوره انه يبقى مؤثر على الناس، بس عشان شعبيته الكبيره فسهل جدا يطلع ترند، وانه ما ينزلش حلقاته كالمعتاد فامر طبيعي جدا ان المتابعين يسالوا عليه، وده اللي خلاه يبقى ترند. عامه الله اعلم الامور فيها ايه. واخر فيديو استاذن حضراتكم هتدوسوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.